يوم جديد وفلوج جديد، والساعة حاليا 4:30. جو طبعا دلوقتي نار في القاهرة، وفلوج النهاردة مختلف عن أي فلوج عشان حرفيا النهاردة هنتمرن مع حد. ومش هقولك بقى تمرينة مع حد من المتابعين والكلام ده، عشان حرفيا أنا مؤمن أي حد بيشوف الفلوجز بتاعتي أو بيديني نص ساعة من يومه إن هو يتفرج عليا، أنت مش متابع، أنت جزء من الأسرة، أنت أكتر من أخويا. فالنهاردة معانا تمرينة مع حد من أسرتنا يا باشا، حد من إخواتنا. تمرينة رجل هتبقى مميتة. الشخص ده انا بحبه جدا 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 بجد، بيكتب لي كومنتات على كل فيديوهاتي وبيشجعني، وياما اتعلمت منه. وكمان كان معايا في جيم من الجيمات زمان خالص لما كنت بروح لسه في بالانس جيم. والصدفة ان احنا بعد يعني سنين اتقابلنا تاني ورجعنا تاني مع بعض في نفس الجيم في مصر لاند حاليا. فعشان كده ظبطنا مع بعض احنا هننزل نتمرن معاه ونتمرن سوا تمرينة تبقى مميتة. فانت عمرك ما تكون عارف الدنيا شغالك ايه، اللي هو فجأة لفت الايام رجعنا نتقابل تاني ننزل نتمرن مع بعض. وهو بجد كان شخص بيشجعني من اول يوم، وشاف اول فلوج انا نزلته والفلوجز التانية اللي بعدها، وقعد يديني نصايح وهكذا. فيلا يا باشا ناخد مع بعض احلى تمرينة، وانت كمان ممكن تاخد معايا احلى تمرينة لو انت عملت الحاجات كالاتي. انك انت رقم 1 تقول لي رايك في الفلوج بمنتهى الصراحه. شوف بقول لك حاجات سهله جدا، ما بقولكش تحطها على الستوري عندك او موضوع سهل وبسيط. ننزل ناخد تمرين مع بعض، ننبسط، اتعرف عليك تتعرف عليا، تصور معايا، تطلع في فلوج، تتكلم، تجرب حاجه جديده اول مره تعملها، انك انت تتكلم قدام كاميرا، تركب مايك. كل ده اكسبيرينسز جديده انت لما تجربها مين عارف ممكن حاجه زي كده تفتح لك حاجه قدام. يو نيفر نو يا باشا. فلو انت عايز تتمرن معايا تمرينه ونصورها، ممكن نعمل الموضوع ده. عامه بفكر اعمله مره كل اسبوعين، نعمل فيديو فلوج بحيث ان احنا نختار حد من الكومنتس نتمرن معاه، يا اما هو يجي لي الجيم او انا اجيبه الجيم، بس طبعا يكون من سكان القاهره عشان نعرف نخلي الموضوع ان هو يحصل يعني. فشروط الموضوع سهله جدا جدا جدا. تتفرج على الفلوج لاخره، تديني نصائح في الفلوج ازاي ممكن احسن الفلوج بتاعي، ويعني لو عملت لي بس لايك وكومنت على الفلوج عشان يطلع لناس تانية، تبقى انت كده خلاص وجبت معايا وعملت الصح. فاحنا حاليا لطريق للجيم، فاشوفكم واحنا في الجيم بعد ما اركب بقى شغل العده بقى والكاميرا وظبط الترايبود. وان شاء الله يكون الشخص ده ملتزم في مواعيده ما يلطعنيش، عشان انا بجد جعان يا جدعان، يعني نازل وانا جعان. بدات التنشيف فانا حاليا جعان. تمرينة رجل هتكون صعبه، ومعاه هو بجد يعني كويس جدا في الرجل وبيشيل اوزان تقيله. وغير كده كمان كان عندي دور برد ولسه خافف منه، فالدنيا اللي هي مش احسن حاجه. ما بقولش كده عشان استعملها كحجه ان انا اشيل اوزان اقل منه، هو كده اشيل اوزان اعلى مني. بقول لك الواقع يعني، مش شرط دايما كل تمرينه تكون احسن تمرينه. المهم انك انت تنزل وتتمرن، وصدقني اليوم انت تنزل فيه وتتمرن احسن مليون مره من لما انت تكسل او تطلع لنفسك اعذار انك انت بتنزلش. فمير راجل كتير اشوفك واحنا في الجيم. وصلنا الجيم خلاص، والراجل الصراحه طلعت مواعيده كويسه. فمعانا ومعاكم ملك السمانه الكبيره اللي هيعزمني النهارده في التمرينه، محمد السيد. راجل ما شاء الله يا جدعان، محمد معضل هيعزمني النهارده. لا يا باشا، انت اللي هتعزمني. هنلعب رجل مميته ان شاء الله. تمرينتي ولا تمرينتك؟ لا تمرينتك. تمرينت انا؟ تمرينتك يا باشا. ماشي، بس هنزود تريكات بسيطه كده. حلو. تريكات للسمانه. ومعانا طبعا الفري بتاع ايفولف، جربته قبل كده؟ لا الصراحه. ده حلال واين هيعجبك. دراي سكوب ولا لا دراي سكوب؟ يلا يا باشا، يلا يا باشا، دي ريفيو يا باشا. يلا يا باشا. ودي انا الصراحه يا جدعان ده بحب اشربه عشان طعمه بجد بيكون لذيذ. ايوه جوتد. السماعه وقعت. خد ميه اهي ميه. بيقول شغال يعني شويه. طعمه ايه؟ طعمه زي راجل شكله طلع فود بلوجر. مدي طعم كده سين بلو بيري شويه. بلو بيري بس حلو، بس طعمه حلو بصراحه. بس انا الصراحه بحب اشربه يعني. لا طعمه حلو قوي بصراحه. احنا نروح البتاع بتاعنا طبعا. ممكن تجيب السبلمنتس بتاعتك من ايفولف لو استعملت الكود بتاعي سامي 10. فهنشرب كده الفري بتاعنا ونبدا بالتمرينه، وهي عامه بتكون نفس تمرينتي مش بحب اغيرها. لكن النهارده هنغير السكوات، بدل ما نلعب على نفس الجهاز اللعين بتاع السكواتس ده، في جهاز الاخ هيختاره لنا كسكوات باترن ثانيه نلعبها.
وتبقى تمرينه حلوه ولذيذه، فنشرب البري ونسخن. لا التمرين هتعجبكم يعني، هتبقى موت يا باشا. بص البامب هيطلع في الدراع، فاهم؟ يا باشا انا اوعدك ان انت هتاخد بامب النهارده مميت يا باشا. يلا انا بقول بينا لك مميت. نشرب البري واشوفك في اول مجموعه. يلا بينا يا باشا. نبدا بقى باول حركه معانا السيتد ليج كيل يا باشا، عشان حرفيا نجهز ركبنا للاخ ده هيعمله لنا في مجموعه السكواتس او تمرين السكواتس اللي احنا بنخشها. انت فاضل لك قد ايه وتخلص جامعه؟ انا سنه خلاص الحمد لله يعني. طب وايه بتدرس ايه؟ انا هندسه. مبسوط؟ يعني مش باين على وشك يعني مش باين على وشك يعني. طب بتفكر في ايه؟ بص، هو انا شغفي مش هندسه، بس انا دخلتها وهجرب المجال بتاعها. بس انت عارف لما تجرب اللي بيخش مجال الفتنس دوت والبودي بيلدينج ده قصه ثانيه. قصه ثانيه خالص. ولما برضه تعمل حاجه انت بتحبها الموضوع مختلف خالص بصراحه. نفس اللي قلته لنفسي لا اول يوم شغل لما بجد اشتغلت، والله العظيم نفس اللي يا قلته باشا. لنفسي. تحس انها صوره طبق الاصل. ايه يا جدعان انا عايز اقول لكم الراجل ده يعني هو لابس يعني بكم، بس هو بجد تحت لا حاجه ثانيه. لا فاحنا لما نخلص التمرينه نعمل شويه بوزنج كده، فاستنى لاخر الفيديو عشان تشوف حرفيا مثلا بيقول لك تحت العبايه حكايه. والله العظيم حرفياً. بنتعلم منه والله. فنخش دلوقتي اول مجموعه في الفيديو. يلا بينا. يلا بص، انا تقل بيت عن اخر اسبوع عشان انت معايا، فقلت ايه يلا بقى؟ يلا هتودي. يلا بسم الله. يلا يا باشا. ايزي. 1 هاي 2 هاي 10 كنترول. يلا ايزي. يلا 5 مور. انشف 3. هزق معاك واطلع بالراحه. يلا انزل. عايز بالراحه. اطلع بالراحه. هاي يلا 3 مور. بوش بالراحه. هاي 2 مور. انشف يا سامي. هاي يا سامي. هاي دول اللي بيفرقوا. اخيرا دول اللي بيفرقوا. انزل جامد زق. بالراحه. هاي يا جماعه. اللي بيسأل هو ليه في العدة السلبية كنت بطلع بالراحة، انت ما تقعد تطلع بالراحة فيها بالتالي بتحط تنشن جديد على العضلة بطريقة صح غير مباشرة. فانت بتحط عضلتك يا باشا في سيتويشن او في انفايرمنت او في بيئة حرفيا بتجبرها انها تكبر. هو اجباري. صح فاهم؟ صح. خش لي يا باشا بقى عشان تعذبتني. عاش يا باشا. خش. كانت مجموعة حلوة. كانت كام فاكرها؟ كانت كام؟ انت كنت خلاص مقفل اصلا بتاع عن بس واحده. ما قفلتش. واحده عن واحده. عن واحده بلاطه. لا 2 مش واحدة. 2 اظن يعني. 2 بس يا جماعه طلع تقيل يا جماعه يعني. عمال بس يستخبى ويقول بس عشان الحسد. يا عم والله العظيم بقول لك لسه جاي من دور برد. يا عم دور برد ايه؟ انت بتقول كده عشان العين بس. والله ابدا يا عم، كلنا على الله. يلا بسم الله. الله ايزي. 1 جامد. شايفين يا جدعان الفورم كنترول دريبس، مش وزن وخلاص. يحط وزن وخلاص ويقعد يلعب، وزي ما تيجي شايف العده عامله ازاي؟ دي حرفيا اسمها الكواليتي ريبس. ما شاء الله. وكمان لما بيلعب بالبطء ده بيحسن المايند مسل كونكشن، فبيحس بالهامسترينجز اكتر افاده بيحسها وهو بيلعب، عكس لما يقعد بقى يتهز يلعب بسرعه وهكذا. انت فهمتني يعني؟ يلا دوس. يلا معاك يلا. لسه لوحدك. 3 كمان 3. يلا كبر الخلفيه ضعيف. دوس كده لوحدك. جامد. يلا. مجموعة اديها الصراحة 20 من 10. انا مجموعتي ما تتحسبش بالطريقة دي، مش عارف اكمل التمرينة ازاي. ده كده كان اول تمرينة. هنخش مجموعة كمان ونشوفكم بقى ايه واحنا ننتقل على السكواتس. ربنا يستر علينا. ما تركزش في الوجع. يلا دوس. يعني بعد ما سخنا مجموعة هو اجبرني نخش بالوزن ده، وانا اول مرة في حياتي العب على هيجيب 8 ل 10. وقلت لكم في اول الفلوج والله ركبتي دي وجعاني، مش عذر لكن ركبتي وجعاني. فاحنا هنجرب وزن جديد. ودي الفكره او الميزه بقى انك انت تكون مثبت نفس جدول التمرين عندك، فبالتالي تبقى عارف انت بتشيل كام في كل تمرينه، مش تخش كل تمرينه بعشوائيه وخلاص. فانا بالنسبه لي الجهاز ده الصراحه لو جبت في دي 7 عدات تبقى رضا و100% يعني. وطبعا ماشي. وطبعا نربط الاسترابس بتاعتنا. يلا يا باشا. عشان تحاول تقلل الوجع اللي على ركبتك في مجموعه تقيله زي دي. معلش حك عليا حبيبي.
تنور يا باشا يا باشا تنورنا. تنور والله. يا باشا تنورنا يا باشا. يا باشا اللي انت عايزه يا باشا. يا باشا اقف قدام الكاميرا. وطبعا لو انت بتصور في الجيم فعادي جدا حد يقف قدام الفريم بتاعك يطلع. الجيم لا مؤاخذه مش مكان ابوك، ده مكان صح. تمرين. فعادي يا باشا. الناس اللي تقعد بتتعصب لك ان حد بوظ لي الفيديو، ما تعيده تاني يا باشا. فاهم ايه المشكله؟ النهارده بتضيف ضمير عشان دي بقول لك اللي بتوجعني. عايز الحزام؟ لا لا لا. يلا ايزي. يلا بسم الله. يلا بص، ركز بس في المجموعه، ما تركزش في الوزن. انا هحاول اسيب عدتين ماشي، عشان بقول لك ايه انت فاهم دوس يعني. بس، دوس ما تسيبش وانت بتلعب رجلي بالذات. الرجل دي عايزه شقه، مش هتكبر غير كده. شفتكوا جاي على شقه يلا لما تخش لي بقى. يلا بسم الله. ها بطل، ركز شوف بس معايا اول عده معاك. يلا ركز بس في كل عده، واستخدم الارض وزق. هاي ايزي. واحد، ركز بقى وانت فاش. يلا سامي لوكن. ايزي بوش. اثنين. هاي لسه بدري، ركز ما تفكرش في التعب. ها يلا بطل، روح. 3 بوش. ايزي لسه بدري، ما تفكرش في التعب. اول كام عدى دول عادي. ها 4 بوش. بس من هنا نبتدي نعد. اخيره يلا ركز بس. 2 كمان. انشف ما تفكرش في العد. يلا يا بطل، انزل جامد شويه جامد. ها لسه 1 مور. ماشي. لا تقيله تقيله. لا بس كان فيه. كان فيه عشان ركبتك، عشان ركبتك والله حاسس بوجع. عشان ركبتك حاسس بوجع، فقلت ما ادوس. وبرده الجهاز ده انت ما بتنزل تحت قوي. صح، دي حقيقه. جلوتس دي حقيقه صح. يعني احسب صح الجلوتس فشخ. صح. بس هو حلو. خد بالك برضه انت مش واكل كارب. الراجل يا نازل جدعان قبل ما اجي له ركبتي بص الراجل نازل زيرو كارب يا جماعه. منشف يا جدعان. بس نازل زيرو كارب، نازل التمرين زيرو دي مثلا كارب. بالنسبه لي مجموعه هاي انتنسيتي لو فوليوم. صح. 6 عدات للموت فاهم. لا بس عايش والله. فاللي جايه مش هعرف العب بنفس الوزن، فهقلل هتقلل شويه. واحاول اجيب عدات زياده. صح. 320 كيلو الفحم ده يخش دلوقتي. لا. يعني بص 340 يا عم. بيهم 340. 340 يا عم. ما اختلفناش، واحد عدينا الربع طن يا باشا. عدينا الربع تن بالظبط. يلا يا باشا وانا معاك للموت بقى. يلا شويتين دماغك جهزها، خش لي بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ليتس جو شامب، ليتس جو. ها يلا يلا. واحد. ها يلا 2. ها يلا. دي غلطة مني، دي بتعمل ازاي؟ جول. يلا 3 ايه تعبتي ولا ايه؟ ها 2. ايزي. ها وينشف. يلا 2. اخيرا يلا انا معاك. شايف يا ابني الفشل؟ شايف الموت؟ يلا واحد. ها دوق. بس congratulations. بص you بقى، have achieved failure. دي مجموعه مش لكل الضعيفه. ده عشان الكاميرا شغاله جبت عدتين زياده. ولا ها كاميرا ولا اي حاجه يا باشا، انت واقف جنبي بس. يا سلام. توجه بقى رساله للناس اللي ما بتلعبش رجل الموت، او الناس اصلا اللي شايله الرجل ده من جدولهم. سكيني بيتشز. بصوا يا جماعه بجد والله اللي مش هيلعب رجلي دوت وفايته كتير، يعني فايته نص الطريق بتاع الجيم مثلا. متعه. راجل متمتع بجد. ومتمزج وهو بيلعب فاهم. وهتلعب رجل وهتكبرها، جسمك اللي فوق هيكبر الضعف. انا بكلمك بجد قوي يعني. الليج درايف بتاعك وانت بتلعب ابر، الليج درايف بتاعك، ثباتك على الارض، الكور بتاعك، التناسق بتاع جسمك وانت حقيقة. مسافر على البحر تكون من فوق فاهم كده ورجلك حقيقة. كده. يعني ما ليه؟ تبقاش عامل زي الخله من تحت وماشي فوق عامل كده. منظر مش حتى لو لذيذ. مش بتحب الرجل ممكن تعمل بوستيريور انتيريور، تقسم الرجل على يومين تلعبها مع حركات ابر، فبالتالي انت تخدع عقلك ان انا لا النهارده او بكره لما اصحى من النوم رجلي مش هتكون متكسحه قوي، هتكون نص نص، عكس ما تخش زينا كده يوم انتنس ليج، يوم فحوله تستوستيرون، هنصحى بكره فاهم
بنزحف يعني. مدرب يا جماعه، اشتركوا معاه الاونلاين كوتشنج ده. يا سلام. مدرب بيعرف يظبط سبليتس على كل واحد يا بصراحه. باشا يلا بينا. ما شاء الله شاطر في شغله يعني. نخش بقى على التمرين اللي بعدها الادكتور. يلا بينا يا باشا. نكبر نكبر الادكتورز يا باشا. يلا بينا. التمرين بعد دي ار دي ال بالدمبل، يلا بينا. تبقى حاجه في منتهى التستوستيرون. هنخش دي الفيلير، وحاطين هنا طاره 25 على الجهاز عشان ايه الجهاز خفيف وانا قوي جدا انت عارف يعني. يلا باشا. يلا بص ركز. يلا بسم الله. هاي ما شاء الله. قول الله اكبر. استنى. انشف. ها زق شويه. زق. ايه هاي. واحده كمان. بارشل ريبس. هاي بس ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا بوش ابس كانت خاصه فاهم. احس بالفرق ده هتتفلق هتتقطع فاهم. جامد. ما بتمسكش في دي ليه؟ احاول اثبت جسمي شويه. تيبس اند تريكس. بس انا بجد اكتر حاجه عجباني فيك انك انت تلعب بتيمبو حلو وكنترولد في كل حاجه. بحاول اركز اكتر. يعني هو ممكن يشيل وزن اعلى مني بسهوله في دي، بس شوف اداؤه عامل ازاي وادائي عامل ازاي. يعني هو الكوتش يا باشا مش انا. يا باشا لا بتعلم منك. يلا ودي جامد دوس. جامد. بدأ يساعد برجله في الاخر تبقى ايه اسيستد ريبس، فبالتالي بيجيب عدات زياده بدل ما يسيب الجهاز ويقوم يمشي. يتمرن للفشل اللي بجد يعني ما بيهزرش. بص وشه عامل ازاي هياكلني. يلا ها يلا حلو. بصراحه التمرين اديها 20 من 10. يا عم لسه الار دي ال. انا مستني الحته دي. لا جامد. نخش على الار دي ال. يلا يا باشا بينا. نخش على الار دي ال. كنت قلت انت عندك سؤال عايز تساله لي. كنت عايز اسالك سؤال كده. زيع يا باشا. تقول ايه للناس البيجنرز؟ ايه اكتر غلطه عملتها وندمان عليها اول ما بدات جيم؟ حلو قوي السؤال ده. من خبرتك بقى في الجيم يعني. حلو قوي السؤال ده. اول غلطه يا باشا انا كنت حرفيا بقارن نفسي بالناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا. كنت ارجع البيت من اي تمرين، يعني اصلا بدات التمرين كنت تخين جدا. ارجع البيت اكون مبسوط بتطوري وخارج من الجيم فرحان، ولو لا انا نزلت اتفقت على نفسي. كان ارجع افتح السوشيال ميديا اقعد اقلب كده بشوف حرفيا صور ناس واجسام ناس بقارن نفسي بيهم. صح. فبحبط، بحس ان انا بتمرن غلط او باكل غلط او مش بعمل اللي عليا، فبالتالي مش بستمر. دي بالنسبه لي اكبر حاجه، ودي عامه مش في الجيم بس، ده في الحياه عامه. في مثل بيقول لك ايه؟ comparison is the thief of joy. شخص مثلا بيشتغل شغلانه معينه ربنا كرمه بيها، في 100,000 واحد كان مقدم على نفس الشغلانه دي بس ربنا اختاره هو اللي يشتغلها، بيقبض مثلا 10,000 جنيه في الشهر، بيقارن نفسه بحد تاني بيقبض 20,000. نفس اللي بيقبض 10,000 ده في واحد بيقبض 5,000 بيقارن نفسه بيه. انت قاعد طول حياتك بتقارن نفسك بحد تاني عمرك ما تكون راضي، فبالتالي عمرك ما تستمر على حاجه انت تمشي عليها. نصيحتك دلوقتي سامي يقول ايه لسامي اللي اول ما ابتدى؟ اجيب بس الوزن التقيل. قول يا باشا. يا باشا قول. تقول ايه دلوقتي نصيحه لواحد جاي يبتدي جيم وعايز يوصل لحاجه، بس زي ما انت بتقول كده السوشيال ميديا والناس وكلام الناس برضو خد بالك بيضغط عليك كده. فانت تقول ايه بقى للناس دي اللي عايز تبتدي تديهم نصيحه ان هم يثبتوا على موقفهم ويكملوا؟ وكمل يا باشا، خليك ديسيبلين. بص يا باشا، انت طول ما انت بتفكر في راي الناس فيك في اي حاجه بتعملها في حياتك، سواء انت بتتمرن سواء انت بتعمل كونتنت زي ما انا بصور دلوقتي، في حد ورايا باين معايا ممكن يقول ايه المتخلف اللي هو بيعمله ده، صح. او ده قرفنا في الجيم او ايا كان. طول ما انت بتفكر في الحاجات دي عمر في حياتك ما هتتقدم او هتعمل اي حاجه في حياتك. صح. انت حرفيا كل ده حاجات في دماغك، مفيش حد مركز معاك. دي حقيقه. مركز معاك حرفيا. الحد ده اللي انت شفت الفيديو ده قلبت هتنساني فاهم. صح. دي حقيقه. كان انا بقعد اوفر ثينك في الموضوع. وحاجه كمان عايز اقول لك حاجه، ان اقرب ناس ليك هم اللي هيتريقوا عليك في الاول. بالظبط يا باشا. انا عايز اقول لك والله انا يوم لما استقلت وحطيت الفيديو بتاع الاستقاله، انا 3/4 الرسائل اللي جات لي كانت ناس غريبة. انا ما اعرفهاش. صح. ايوه دي حقيقه. قعدوا يبعتوا لي كلام. دي حقيقه. شخص زي ده ياخد من وقته مثلا 4 دقائق يكتب لي باراجراف كبير. صح. تشجيع وهكذا، عكس اقرب الناس ليا اللي هو حتى ما رفعش عليا سماعه التليفون او كلمني او هيئني، عشان هو بيكون شايف انك انت عملت حاجه هو خايف يعملها ونفسه يعملها، فهو بيتفرج عليك من بعيد وعايز بقى يشوف ايه
نشوف اخرتها مع سامي ده صح. هيعمل ايه. فانا لا عايز اراقبك في صمت، لكن انا مش موجود، اللي هو غايب حاضر او حاضر غايب، فاهمني؟ صح. دي سنه الحياه. اه والله. نخش بقى دي فيلير يا باشا. يلا يا باشا. ده اتقل وزن في الجيم صح؟ اه بعد التمرينه دي الصراحه يعني هنشوف كام عدى بقى. يلا بس ما اهم شاء حاجه الله. الفورم يعني. يلا الله اكبر. وريهم الفورم يا باشا، وريهم الاداء. هادي. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. هادي. ما شاء الله. ركز في دبانه هتموتني. ركز ركز ركز. خلي دماغك مع عضلاتك. ركز. هاي. واحدة كمان. يلا بطل. كنترول. ايزي. ركز. ما شاء الله. ايزي. ما شاء الله. دبانه قاعده بتقف عليا. والله العظيم والله جننتني فاهم. انا فخور بيك يا باشا. والله العظيم كمان بجد. ودي يا والله العظيم باشا. انا فخور بيك جدا. يا عم انا بحبك والله. والله العظيم كمان بجد. ما خش شاء الله يلا عليك. للمود بقى. ما شاء الله عليك. استنى عايز اجيب السترابس ولا اقول لك ناويين تلبس دي؟ السترابس؟ اه مش عارف تخش مقاسك ولا لا لا. لا هتخش. يلا بسم الله. ايه الاخبار يا عالمي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تقيل ولا ايه؟ يعني تقيل كده كده بالنسبه لي، مش بالنسبه لك. يا باشا لا يا باشا. يلا بسم الله. انا عايز بقى ادي تيب في التمرين ده وانت بتلعب. قول لي يا باشا. دايما فكر ان في باب واقف وراك وانت بتحاول تقفله بالجلوتس بتاعتك. يعني بص هو بيرمي لورا ازاي، كأن ده الباب دلوقتي. هو بيرجع ورا بيقفل باب كده وفارد رجله، فبالتالي بينزل كده. بص مع الثبات تمرين 2 في 1، بيشغل الهامسترنجز، الجلوتس، والاهم من ده لابس شداد عشان حرفيا هو شايل وزن تقيل فشخ يا جدعان ما شاء الله. فطبيعي جدا ان فور ارمز عنده تفلت قبل ما العضله الاساسيه اللي هو بيمرنها اللي هي الهامسترنجز والجلوتس تفلير. فبص على الاداء. مزيكا ايزي يا باشا. يلا ايوه. حاسس نار نار. يلا 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 ايزي. 2 مور 2. ها ايوه واحده. ماشي حلو. بس ايزي ايزي ايزي. لو هتختار بقى تمرين معين تلعبه طول حياتك تختار ايه وليه؟ تمرين واحد بس مش لكل عضله. الرجل ولا واحد بس؟ واحد بس في كل حاجه في الجيم. سؤال صعب ده. فكر يا باشا. من وجهة نظر انا سكواتس. راجل تمارين الصراحه بيشغل الكور كله. راجل الصراحه غبي في السكوات. شفت صراحة. يعني لعب ازاي؟ لا بس سكوات كنت حر. عارف انك كده سكوات حر كمان. سكوات حر. يشغل الكور Mentally كمان strong. بصراحة. انت تكون داخل حرفيا مش عارف او بتريسك بحياتك. انا عايز اقول لك حاجة، انت في تمرينتين سكوات والبار الحر لو لعبتهم انت كسرت اي تمرين ممكن تلعبه. وبقيت خلاص منتلي سترونج. انت خلاص. شخص فاهم دي حقيقة. بجد، بقيت قوي فشخ يعني. خلاص بجد مفيش تمرين هتقف قدامك يعني. حصل صراحة. يا باشا. صراحة. نخش مجموعه كمان هنا يلا بعدها بينا. نخش على التمرين اللي بعده. فاضل خلاص لاج اكستنشنز في سمانه. تمرينه حلوه لذيذه، مجموعتين لكل حاجه بس مجموعتين بالنقنق، بجد بالنقنق. للموت. زي ما انت شايف الفورم عامل ازاي. العب رجل يا باشا، يعني بطل تركس رجلك دي حرفيا. لكن نديهم واحده كده كوادز. بس الراجل ده هيحط عليا كده بس ايه نفرجهم يعني. بيقول ها يا باشا اكبر مني يا باشا. والله على يا باشا اكبر قدنا. مني والله. اكتبوا لنا في الكومنتات يا جدعان. يعني الراجل كده اكبر يا مني باشا لا يعني. ما تقولش يا كده. باشا لسه دي حته بوزنج لما نخلص يلا يا باشا. نودي الكلام. فاشوفك في التمرينه الجايه. انا عندي بقى سؤال. قول. انت ليه مش بتعمل كونتنت على السوشيال ميديا وانت ما شاء الله جسمك يعني خرافي وجامد؟ وانا جاوبتك على سؤالك في حته مفيش حد والله مهتم انت بتعمل ايه وكلها افكار جوه دماغك. جاوبني بكل صراحه. في 100,000 شاب نفسه يعمل زيك دلوقتي بيتفرجوا علينا. بص هقول لك حاجه. 1000 و1000 فيور. صح ما علينا يعني. من وجهه نظر انا شوف يعني انا مش ناقص حاجه زي ما انت بتقول. فورمه كويسه ممكن تعمل كونتنت على قد ما اقدر يعني ايه انسان سوي محترم. بس انا في حته جوايا قلق زي ما انت بدات كده. شفت لما انت بدات فلوج اول احساسك وانت بادئ فلوج ايه؟
كنت في خايف. سنه خوف، في سنه قلق، انا نفس الحاجه برضو. ممكن سنه توهان. حاجه جديده انت بتعملها صح. وملهاش قواعد، ملهاش طريق معين، فانت وخد بالك انا كلمت برضو معاك اوف كاميرا، جيت قلت لي ايه؟ انت البروجكت بتاعك، يعني انت دلوقتي لو الموبايل بتاعك باظ وقعت الموضوع خلص. خلاص. اتصبت، قعدت في البيت، عييت. عشان في ناس بتكون فاكره ان الناس اللي بتبقى اللي هو سيلف امبلويد او شغال لنفسه او كده الموضوع سهل. هو لا خالص يا جماعة، انت ده- بتشتغل 24 ساعه في 24 ساعه والله العظيم. ولا وريسك تام. كده يعني كده عالم تاني. يعني اي حاجه فيها 50 50، انما ده ريسك تام. يعني ده ما فيهوش اصلا حته ايه، انت داخل حاجه انت مش ضامن تكسب فيها، لا انت داخل حاجه انت رامي حياتك ورامي نفسك في البحر، وزي ما تيجي انت بقى. ورزقك، وحرفيا ما بيكونش عندك حل غير انك انت تنجح. بالظبط. نخش واحده فيلير يلا. يلا بينا يا باشا. عضله باينه. انت عايز اقول لك المنظر من عندي رهيب ما شاء الله. لسه فيها، لسه فيها. مدام فيلير يلا يلا انشف. ها بوش. هاي هاي لو خدت بالك قعدتها في الاول كلها تيمبو كنترولد، وقبل ما جيت افلير خلاص بقى يا باشا صح. شيت وموت. ودي احسن حاجه، ما دام هتلعب مجموعه مجموعتين، ما هو دي الفكره بقى. اسالك سؤال بقى يا باشا، قول يا باشا. تقول ايه خش اقعد للناس؟ مكان اقعد مكانك يا باشا، خش مكانك. تقول ايه للناس او تقول ايه لنفسك؟ انت بتعمل ايه لما تكون تعبان ويوم مش قادر تنزل فيه تتمرن؟ ايه هدفك الاساسي اللي بيخليك تنزل تتمرن وانت مش قادر؟ هدفي الاساسي كانت كلمه واحده قدام نفسي وانا صغير. اللي ما يعرفش انا زمان كنت تخين جدا جدا جدا. كنت اوفر ويت، والكلام ده انا مش مكسوف ان انا اقوله من الكاميرا، دي حاجه انا افتخر بيها. وانت لو شخص جاي من نفس البيئه دي ومريت بنفس اللي مريت بيه فافتخر بنفسك. كانوا حرفيا بيتنمروا عليا وانا في المدرسه عشان كنت تخين قوي. فنزلت الجيم، فقلت لنفسي او اثبتت لنفسي ان انا في يوم من الايام نفس الناس اللي كانوا بيتنمروا عليا دول هيجوا ويسالوني عملتها ازاي. ده بالنسبه لي كان الجول الاساسي من وانا صغير. لحد دلوقتي الحمد لله بقالي 9 سنين بتمرن بانتظام، ونفس الناس اللي كانوا بيتنمروا عليا دول وانا في المدرسه اقسم بالله والله العظيم كذا واحد فيهم مشترك معايا دلوقتي وبمرنه، والتانيين اللي بيسالوني على نصايح مجانيه انت ازاي خسيت، ازاي اعمل، ازاي. فالدنيا حرفيا دواره. انت بتشوف الشخص قدامك الاند ريزلت، ما بتشوفش هو بدا منين او كان عامل ازاي. فدايما تصدق في نفسك وخليك خليك قد الكلمه اللي انت قلتها لنفسك في الاول. ما شاء الله يا اجابه حلوه. والله العظيم ما شاء الله عليك. يلا يا باشا فيلير انا بقى. عايز اقول لك لا، فخور بيك. انا بحبك انا والله. فخور بيك والله انا العظيم. بحبك. لو نص الناس اللي هنا في الجيم، مش هقول لك بقى بره، نص الناس اللي في الجيم بنفس المينتاليتي دي، يعني العالم كان فيه خير والله. هو ده الفرق بقى. العالم كان هيبقى ده فيه خير الفرق والله. لما تشوف حد بجد بيحب حاجه هو بيعملها، دي حقيقة والله او بيعمل العظيم. حاجه دي عشان بس يبقى شكله حلو بس هو مش حاببها. ده بجد والله. يلا فيلير يلا بسم الله. مجموعه واحده بقى في ميك ات وورث بقى. بص الكوازن مقطعه ازاي يا جدعان ما شاء الله. تدرس تسريح. حاول بس ترجع حوضك ورا شويه. ايوه شفت لما رجع حوضه كده ادى نفسه ايه استطاله اكتر، ستريتش اكتر، فحط حمل اكتر على العضله. وطبعا بترجع الكرسي لورا على الاخر ما تطلعوش قدام، دي حاجه بديهيه يعني. يلا لما تحس كده هتفجر خشهم بقى ورا بعض مش كنترول بس لسه فيه لسه. يلا يلا اسرع ها. يلا معاك ها. ربنا يحميك. انزل اتمرن، انزل العب رجل، نخش بقى على السمانه عشان بجد انا خلاص بموت عايز اكل، ونعمل شويه بوزنج مع الراجل ده نشوف كده ايه تحت العبايه حكايه زي ما قلت لكم. وننهي بقى بالسمانه. والسمانه الصراحه مش انا هقول لك التمرينه، انت شايف يا سمانه الراجل ده عامله ازاي؟ هنلعب كام مجموعه وكام عده وازاي اكبر السمانه بعد اذنك. بص انا هقول لك حاجه، انا دي تريكه عملتها بقالي اكتر من سنتين ثلاثه. بص فرق السمانه يا جدعان، يعني بص فرق السمانه، شد كده السمانه يعني. هقول لك يا باشا هي مش عايزه السمانه دي عامله زي قلب الانسان من الاخر يعني. مزبوط. هي عايزه عدات كتير وتضخ دم كتير. يعني عدات كتير ولا انتنسيتي كتير؟ عدات كتير. هي عايزه هي مش عايزه اوزان. السمانه دي مش عايزه اوزان خالص. وانا اصلا دي غلطه بشوف ناس كتير بتعملها، انها تقعد تلود اب وتقعد تزق.
وخد بالك الزقه دي ممكن اصلا تعمل لك اصلا يعني الانكل بتاعك تحس ان هو خلاص في الركبه كمان. والركبه انت مش قادر وعمال تزق بوسطك، مش شغال سمانه خالص. خليني اقول لك هي مدرستين، وانا الصراحه اختلف معاك سنه في الحته دي. انا مع مدرسه تانية اللي هي مدرسه السمانه بتبقى عضله زي ما انت قلت لقلبك التاني، فهي حاجه طول ما انت عايش او ماشي هي شغاله معاك. جميل صح. فانا بشوف ان هي بتكون متعوده اصلا على فوليوم عالي بس التنسي قليله، وانت ماشي اكنها لها عدات او مجاميع بس بنفس الحمل، عكس لما اخش لها بقى مثلا مجموعتين 6 عدات 5 عدات حمل جديد على العضله فتكبر، بس هي ما بتكبرش. بس اقول لك الكلام دوت زي مثلا احسبها على اي عضله، الكلام ده لو انت خلاص العضله دي اصلا اوفر ديفلوب، خلاص هي اتطورت. لكن لو شخص طبعا لسه جديد في الجيم او كده، هو لو لعب عادي 10 عدات فورم كويس نزل للاخر هيتطور 100%. بس دي يعني كل عشان كده بنقول دايما كل تمرينه تختلف على الشخص نفسه وعلى حسب نضجه في التمرين عامل ازاي. وكل واحد ليه مدرسه، وخد بالك هي مدرسه عن مدرسه، كل المدارس صح، انا مقتنع كده، انا كل المدارس صح. وات وركس فور يو وركس فور يو بالظبط. بس انا الحاجه الوحيده اللي مقتنع بيها ان انت مدرستك جيب اخرك فيها. خش يا باشا فرجنا. انا هفرجك يا باشا وانت فرجني. مزجنا على السمان. يلا يا باشا بسم الله. سمنته جواها سمانه يا جدعان ما شاء الله. كام عده بتقيم؟ بنجيب من 12 ل 15. يا ده انا هقلل الوزن، هشيل الوزن كله. يلا ايزي ايزي ايزي. هلعب معاه النهارده بمدرسته 12 عده ونشوف. ودي عامه بقى الميزه انك انت عادي تجرب حاجه جديده. ممكن عادي غيرك يبقى عنده حق تتعلم منه حاجه جديده، زي مثلا ساعات بحب اصور نفسي وانا بلعب. ممكن انا بعد كل سنين التمرين دي اكون بتمرن تمرين معين فاكر نفسي بلعبه صح، لكن لما اصور نفسي واشوف نفسي بلعبه غلط او في حاجه لو عملتها تحسن التمرين. فمن الاول والاخر يعني مفيش حد بيكون كبير على العلم، كلنا بنتعلم. الكلام حلو. مميت. يلا يا باشا انا اخش في 10 فاهم اجيب اخر يعني. اهم حاجه الاسترتش بس في السمانه. حلو كده 10 على 10. الناس تحكم يا باشا في الكومنتات، تقول لك في الكومنتات انت بتلعب صح ولا غلط. يلا ما شاء الله يا عم انت الفورم بتاعك 10 على 10. بنحاول. الله اكبر. يلا بس ركز يلا. ايزي. ركز في الاسترتش اهم حاجه. هاي زق 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 بطرف رجلك. هاي يلا انا معاك يا فوق بس شيل. اوف ايه رايك؟ لا حرقان 11 عده. لا بس جامد قوي. بس لا لما قللت الوزن ولقيت التيمبو حلو حسسها اكتر. صح. بس على الله تكبر بقى يعني. لا فرحتي بالتيمبو انا عايز تبقى زي سمنتك يا باشا هتكبر يا باشا هتكبر. ده نفسي ابقى زي الاوبر بتاعك. ما شاء الله دي عليك. كده كانت تمرينة النهارده. نلعب واحده كمان ونخش بوزنج روم نشوف ايه الكلام على ايه. يلا بينا. خلاص هي التمرينه واحنا لاعبين رجل هنشوف بقى شويه بوزنج كده. قول لهم بس اول سنك كام سنه قبل ما تقلع يا باشا؟ انا 21. 21 سنه. 22 شهر 12 ان شاء الله. يلا يا باشا بوزنج روتين كده، واحاول اعدي عليك شويه حاجات. ولاعبين رجل فمفيش بامب في الابر، كان حاجه كده ايه نودي الكلام. ايوه يا باشا ودي. انت بتبلك دلوقتي ولا بتشرد؟ انا بشرد. جامد. لا نسبه دهونك حلو. تعالى بقى اقف مثلا هنا في النص. ايوه 21 سنه يا جدعان. انا مش بمرنه، انا بس بوريك 21 سنه عارف يوصل لشكل ايه. امشي انا طب ولا ايه؟ يا باشا لا ما تقولش كده. ما شاء الله. ادينا كده سايد شيست. الزق بقى دي في دي. ايوه وطي شويه. نزل بقى دي، نزل ده. ايوه كده وتويست سنه. كمل قوي. ادي بقى في ترايسبس ونزل في ترايسبس. بوم. ماشي جامد. لف فضي هوا. ادي بقى كواد ستومب بقى كده معاها. ايوه شايف 21 سنه يا جدعان طبيعي اقسم بالله يعني حاجه خارقه. ايه الفيفورت بوز بتاعك؟ انا الفيفورت بوز بتاعي ماشي ده حلو. هقول لك على تيب هنا بقى. عايزك لما تيجي تعمله ارمي الهنش لورا. يعني انت عملته وانت واقف كده، فانا عايزك الاول حاجه تعمل رجلك 7 اكنك بتجرز رجلك كده. انا فات رجلي على الاخر. هقوم نازل
سنه كده بحيث الكوادز عندي بص مشدوده، يعني كده انا واقف عادي مش شاده، كده نزلت سنه كده شديت، شايف؟ نزلت سنه شديت واعملها 7 وهرمي الحوض لورا وهعمل دي كده وتديها، فاهم؟ وانت رامي الحوض، لما ترمي الحوض لورا انت بيكبر لك الفريم بتاعك، فتعملها 7 سكوات سنه بسيطه، تشد ترمي الحوض، ايوه ارمي بقى الحوض لورا، ايوه بص فرقت ازاي؟ هولد بقى 10 ثواني. بوزنج يا جدعان صعب قوي، جامد. شفت الموضوع صعب ازاي؟ بوزنج صعب ازاي؟ غريب. والله انا مقتنع اصلا ان البوزنج دوت زي التمرين بالظبط. تمرين كارديو، هو بيبوز دلوقتي، هو حرفيا بيحرق سعرات، فاهم؟ طب حته ظهر يا باشا. ماشي يا باشا. ظهر بعدها يور فيفورت بوز، فاهم؟ يلا جامد، حلو قوي. افتح، ما شاء الله، جامد قوي قوي قوي، يعني شادد الرجل معاها وبتاع. الفيفورت ايه بقى بتاعك؟ تعرف تعمل ارنولد بوز؟ اللي هو كده؟ لا اللي هو ده. بص بقى مش قوي. اعلمهولك يا باشا، جيت لي يا باشا. رجع الرجل دي ورا ماشي. افتح ايدك كده. وانا ممكن اعمله باليمين؟ عادي، بس خلينا كده عشان انا حافظه على الرجل دي. رجع رجلك دي ورا، ماشي. افتح ايدك كده، لف وسطك على الاخر كده، بعدها انزل كده وميل سنه كده. طب اجربه باليمين بقى؟ جرب يا باشا كده يمين زي ما انت قلت. ايوه افتح اكنك حاطط نقشه هنا، ايوه حلو كاول مره، حلو. هو بس محتاج بقى انك انت ترمي الحوض معاه بقى لقدام، فاهم؟ ارمي الحوض لقدام؟ يعني بص دلوقتي اهو لفيت نازل كده، فاهم؟ شويه فلكسبيليتي كده في الهيب، ايوه حلو قوي. وتبص بقى على البايسبس دي، صعب. هبعتك الفوتج تتمزج. لا صعب. عشان تمرينه حلوه وبوزنج حلو، وعامة عجبتني الموضوع ده. ممكن بقى كل اسبوعين نختار حد فيكم في الكومنتس نتمرن تمرينه حلوه زي كده. كل اللي عليك بس انك انت حرفيا تعمل لايك للفيديو، تكتب لي كومنت ايه اللي ممكن نحسنه في الفلوج، وبس موضوع سهل. نروح بقى البيت ناكل احلى وجبه ونقول شويه كلام كده في العربيه او في البيت مع الوجبه على حسب اشوفك واحنا في البيت. وطبعا الفقره المقربه الى قلبي فتره العربيه، بجد يا جدعان كانت تمرينه جامده جدا. حسيت في النص ان انا مش قادر اكمل معاه، بجد محمد ما شاء الله في الرجل متطور جدا. الفيزيك زي ما انت شفت جسمه عامل ازاي، 21 سنه، ده لو كمل بنفس اللي هو بيعمله ده بجد يوصل في حته هو مش متخيل يوصل لفين. ولو انت محمد بتشوف الفلوج ده بجد صدقني انا فخور بيك فشخ يا ابني، وبحبك فشخ، وبجد رجلي مش شايلاني، فربنا يسامحك اللي انت عملته فيا، وبجد انبسطت جدا جدا جدا. وبرده كان يوم جميل. جالنا النهارده 2 كلاينتس جداد، واحد فيهم عايز اوريك الشات قال لي ايه مثلا، يلا بينا هنا حول لي يعني فلوس، يلا بينا انا متحمس فشخ هبدا كونتنت برضو على حسك، فاهم؟ فانا بجد يعني بنبسط من الفلوجز نفسها، او بنبسط من اللي انا بعمله، ان انا بس او هدفي مش ان انا بس بمرن الشخص او اساعده يخس او يزيد او يعمل فورمه الصيف او ان كان، بحاول بجد اعمل تأثير ايجابي في حياته، سواء ان الشخص نفسه يبدأ يعمل محتوى، يبدأ يشوف الباشن بتاعه، يبدأ يعمل حاجة جديدة، يتعلم مني حاجة جديدة. اصل انت غرض الفلوجز ده ايه؟ ان انا حرفيا بشير او بشارك معاك تجربتي الاجتماعية وتجربتي المهنية، اللي انا بقوله ده مش عارف في ان انا بعمل حاجة جديدة ملهاش قواعد، نطيت في البحر فانا خلاص لازم ان انا انجح، فدي الفكره نفسها. فالحمد لله ربنا كرم الواحد لحد دلوقتي بيعمل اللي عليه وبزياده، ومبسوط وتمرينه حلوه. نروح البيت بقى ناكل احلى وجبه، ولو انت لسه ما اكلتش وجبتك فجهزها معايا دلوقتي عشان ناكل مع بعضينا. ولو انت ما اتمرنتش النهارده فاحسن لك تنزل تتمرن، ولو عليك رجل العب نفس التمرينه دي بنفس الفورم بنفس الترتيب بنفس المجاميع، وصدقني هتدعيلي. فنتحرك على البيت ونلبس نظاره السواقه، بلبس نظاره سواقه وانا سايق، بس بحب دايما اقلعها عشان مش بحب شكلي بالنظاره الصراحه.
فاهم، نرد جدا يعني. فنروح البيت كده واشوفك واحنا بناكل احلى وجبه على الغدا. وصلنا البيت خلاص، والصراحه مش هستحمى الاول، انا هاكل الاول. عارف لما التمرينه تكون بجد كانت جامده قوي، فانت خلاص مش قادر، لو انا الاكل قدامي بصوره لكم بس انا هموت واكله ومش قادر من الجوع. فاحنا هناكل بعدها نستحمى المره دي. وطبعا انت عارف ان انا بحب وانا باكل اتفرج على فيديو لحد بياكل معايا. فدي الوجبه بتاعتنا، رز وفراخ، وده صوص باربيكيو من جيلد فري، حرفيا 4 سعرات تحطه كده على الرز، فاهم، تبقى ريزو، حاجه جميله جميله. ومش بعرف الصراحه اكل غير وانا بشوف فيديوهات اكل. فده فيديو لعمرو شريف. هل انا كده لوحدي؟ ما اظنش، لك انت خلاص عرفت يعني لو انت بتكمل الفلوجز بتاعتي للاخر ان انا ما بعرفش اكل من غير لما انا اكون بتفرج على حد بياكل معايا. بحس بونس زي ما انت كده دلوقتي وانت بتاكل في فلوج وبتتفرج عليا، نفس الاحساس بالظبط. فحاجه بسيطه جدا جدا يعني. في حد معانا برضو بقالي فتره ما وريتهولكش، فتعالى اوريهولك، وعايزك تدعي له عشان قطتي تعبانه للاسف، بقالها فتره تعبانه وعندها انيميا، فقعد بوديها للدكتور. وبجد يا جماعه دعواتكم، وحاجه زي كده بجد تكون كبيره جدا جدا على الشخص، يعني حاجه فاهم. يا ليلي بس تعبانه ولسه. انت كويسه يا لولو يا قمر؟ اكلتي ولا لا؟ هاكلك معايا فراخ متقلقيش. بجد يا جماعه انك انت يكون عندك احساس للحيوانات عامه، او اي حد ربى بقى حيوانات ايا كان قطط او كلاب هيكون فاهم بتكلم في ايه. يعني انا كان عندي الاول قط، قبل ما اجيب القطه دي للاسف اتوفى. قعد معايا 7-8 سنين، اسمه فوزي. جاله فشل كلوي، وديناه العيادة 2 و3، وقعدوا بقى طبعا ان هم يشتغلوك. انت عارف بقى العيادات للاسف في الحاجات زي كده بيقعد ياخد منك فلوس، وهنركب له ونعمل له. هو كانت حالته هوبليس كيس، او حالة ملهاش علاج يعني، لحد ما مات. بجد يوميا انا عيطت كتير جدا 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 بطريقة انت مش فاهمها، مش طبيعية. فانا بقى دلوقتي وانا بوديها للدكتور وبعيش نفس التجربة دي، بيجيلي غصب عني فلاش باكس للي ممكن يحصل. لو بجد انا مش عايزها ان هي تسيبني، ان هي بقى لها معايا 5 سنين، وانت خلاص اتعلقت بحاجه معينه، حاجه معينه بقت خلاص في يومك، بتاكلها كل يوم، تاخد ثواب كل يوم. مش عارف الصراحه اقول ايه يعني. فادعوا لها يا جماعه ان شاء الله تقوم بالسلامه، وابقى اطمنكم عليها في الفلوجز الجايه. يعني قفلت فلوج بنكد، انا اسف، بس فجاه افتكرت يعني موقف، واي حد عنده قطط او بيربي حيوانات هيفهمني. وبس كده يا باشا، ده كان فلوج النهارده، اتمنى يكون عجبك. واكتب لي في الكومنتات عايز تشوف ايه الفلوج الجاي، او مواضيع اتكلم عنها، او لو عندك اي سؤال برضو اكتبه لي فاجاوبك في فلوج معين. واتمنى يكون الفلوج عجبك، واشوفك في فلوج الجاي. سلام.